السلام عليكم، اهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحضر مع بعض اكله كده حرشه جميله وسهله وبسيطه وحاجه كده تدخل القلب على طول. هنعمل مع بعض الفشه والطحال والممبار. زي ما انتوا شايفين شكل الطبق. جميل جدا. الناس بقى اللي ما بتحبش الحاجات دي لا ما تتفرجش علينا. الناس اللي بتحب الاكلات الجميله دي يلا بقى تابعيني للاخر وان شاء الله تجربي الوصفه بتاعتي، هتعجبك جدا. شايفين شكل الممبار يدخل القلب على طول. عايزه اقولك بقى ريحته وطعمه خطير. شايفين الحشوه بتاعتنا وطعمها جميل، والرز طالع بقى مفلفل كده وجميل ويقطم كده. ممبار يتقطم كده قطم. شايفين طعمه تحفة. اتمنى تتابعيني للاخر ان شاء الله الفيديو يعجبك، وما تنسيش لو لسه اول مرة بتشوفيني اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتي الجديدة، ولايك للفيديو. شايفين بقى الفشة والطحال طالع بقى كده مستوي وجميل. وتعالي بقى نعمل الاكلات الحلوة دي بدون زفارة. ولو عايزة طريقة تنظيف الممبار هنزلك الفيديو في صندوق الوصف، لينك الفيديو او الرابط، اضغطي عليه بقى وشوفي الوصفة. تمام. هنا معايا الفشة بتجيبيها بقى من الجزار، دي كيلو من الفشة. تمام. والطحال طبعا الفش على حسب ما انت عايزه تجيبي كيلو او نص كيلو زي ما تحبي، لكن الطحال بيتجاب على بعضه. طبعا بقى الطحال ده حاجه كده جميله ومفيده للناس اللي بيبقى عندها انيميا. هو فيه قيمه الحديد، فيه قيمه. يعني الطحال احلى كمان من الكبده. الحديد فيه عالي جدا. تمام. هنا بقى بننضفه. لو في بقى اي حاجة كده، انا ما بشيلش الجلدة بس بيبقى فيها كده حاجات زي ما وريتك هنا كده. آه بتحاولي بقى ان انت ايه تشيليها وتغسليه بقى كويس كده على الحنفية. وهنشوف بقى احنا هنعمله ازاي ونسلقه ازاي. بقطع بقى اي حاجة كده مش حلوة. هكون بقى حاطة مية على النار بتغلي. شايفين بالشكل ده مية على النار بتغلي، وهنزل فيها بالطحال. هنا بقى مش هنسلقه، احنا هنصمته الاول علشان ينزل اي زفارة فيه. تمام. هينزل الزفارة بتاعته خالص، وبعد كده بنرجع بقى نسلقه. هتشوفي هنعمل ايه في الفيديو. والفشة برضو انا حاطه لها مية على النار بتغلي. حابة تسلقيها زي ما هي كده سليمة، وبعد كده تقطعيها زي ما تحبي، او حابة تقطعيها زي ما انا ما هقطعها كده قطع صغيرة. تمام. قطعتها كده بقى بالشكل ده. لو بتحبي الزور ده بتقطعيه، احنا مش بنحبه فانا هرميه بقى. تمام. هعمل بقى صلصة الممبار. تمام. اعمليه بقى بالطريقة دي هيعجبك جدا جدا جدا. اول حاجة هاخد بصلاية. انا معايا بصلتين على كيلو طماطم وقرنين فلفل بقى احمر، لو عندك اخضر كمان يبقى افضل. تمام. هفرم البصلاية الاول، او حابة ان انتي تخرطيها زي ما تحبي. انا هفرم البصلاية بصلاية خشنة، هفرمها فرم خشن يعني مش ناعم. ده كده اول حاجة. البصلاية دي انا مش هستخدمها، هاخدها بقى هركنها على جنب، ولسه مش هستخدمها دلوقتي. بس انا فرمتها الاول قبل ما افرم الطماطم في الكبة. ركنت بقى هنا البصلاية على جنب. هجيب بقى الطماطم بتاعتي والبصلاية التانية، وقرنين الفلفل،
فلفل احمر بقى واخضر حسب المتاح عندك، وهروح ضربة الطماطم والفلفل والبصل كده في الكبة. تمام زي ما انتوا شايفين. هنا المية غلت اهو بتاعة الفشة، هنزل بالفشة كده. وبرضو دي مش مية السلق، احنا هنسلقها هنصمتها، اسمها صمت. يعني بننزل اي دم او اي زفارة في قلب الحلة كده الاول. تمام ادي الطحال زي ما انتوا شايفين بقى شكل المية عمل ازاي. هنروح بقى ناخدها بقى، انا بسيبها كده حوالي 10 دقايق كده بينزل اي حاجة فيه. وطبعا الطحال اهم حاجة، الطحال ما يتقطعش ولا يتخرم، عشان لو قطعناه او خرمناه هيفضل ينزل في دم وكده مش هيبقى حلو. فالطحال بيتسلق على بعضه وبعد كده بيتقطع، ما ينفعش نقطعه قبل السلق او يبقى فيه اي فتحة. هنا هعمل بقى صلصة الممبار، حلة على النار وحطيت فيها زيت وبابريكا، معلقة بابريكا. وهنزل بعصير الطماطم اللي ضربناها بالبصل والفلفل. جربي بقى الوصفة دي جميلة جدا. وهقلب. تمام. هجيب بقى التوابل بتاعتي، الملح والسكر، ربع معلقة صغيرة من السكر او معلقة سكر، ومعلقة السبع بهارات، ومعلقة كمون، ومعلقة فلفل اسود، وبس. هقلب بقى كده. شايفين الفشة بتاعتي برضو عملت ازاي؟ شايفين الحاجات اللي نزلت منها. هاخدها بقى اصفيها واغسلها، ارجع الحلة فيها مية نظيفة. شايفين انا هنا بقول لكم ان انا هصفيها بقى واغسلها على البوتاجاز، واغسل الحلة هي حلة الممبار وحلة الفشة، وهرجع فيهم المية زي ما انتوا شايفين كده. غسلتها اهي بالشكل ده، ومعاها بصلاية وورق لورا وحبهان. على ما المية بقى تغلي تاني ارجعهم بقى يكملوا بقية السلق بتاعهم. هنا الطحال برضو بالشكل ده غسلته، وغسلت الحلة وحطيت فيها مية نظيفة اهي بالشكل ده، اللي هنسلق بقى فيها الفشة والطحال علشان يبقى تشمي بقى احلى ريحة، وتاكلي احلى حاجة كده نظيفة ما فيهاش اي ريحة زفارة خالص. تمام. نزلت بقى بيها كده بالشكل ده. المية غالت اهو بالشكل ده، ورحت حاطة البصلاية ورق لورا وحبهان، وهسيبها بقى على النار لحد ما تتسلق. هتاخد حوالي يعني نص ساعة ربع ساعة وهتكون اتعملت. وهنا المية غالت اهي بتاع الطحال. نزلت بقى بالورق اللورا والبصلة، وهنزل بقى بالطحال بتاعي علشان يكمل تسوية ويكمل السلق بتاعه. هغطيهم بقى. وتعالوا نشوف الصلصة هنا اتسبكت اهي بالشكل ده. شايفين؟ تعالوا بقى نعمل حشوة الممبار ونحشيه. هنا معايا نص كيلو من الرز، طبعا الرز على حسب الممبار اللي عندك واللي انت عايزة تحشيه. والبصلاية اللي انا فرمتها في الاول يعني، اللي كنت سايباها على جنب. تمام. وهقلب البصلاية مع الرز كده بالشكل ده. بصلاية بقى النية في الممبار بيديني بقى طعم جميل جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. الخضرة شبت وبقدونس وكزبرة. وهقلبهم بقى كده بالشكل ده. وهجيب الصلصة بتاعتي. ضيفي بقى الصلصة على حسب بقى ايه الرز بتاعك، بس اهم حاجة الصلصة بتاعة الممبار تكون حلوة كده، صلصتها حلوة، والخضرة كمان. وظبطي الملح بتاعك علشان الممبار يطلع طعمه جميل. معايا الممبار بتاعي بقى كده. وهنا انا هحشي بالازازة دي بالغطا البوز بتاع الازازة كده. بقطع البوز بتاع ازازة المية او ازازة الحاجة الساقعة، وبحشي بيه بقى كده. بيكون سهل جدا يعني. لو 10 كيلو مش هياخدوا معاكي نص ساعة وتكوني حاشياهم.
عايزه اقولك احسن حاجه بحبها في شغل الاوردرات، يعني لما بطلع في الشغل بحب الممبار قوي، بحب تنظيفه وبحب حشوه. بحب اعمله بجد يعني، وان شاء الله يعني تعمليه بالطريقه دي هيعجبك جدا، ومش هتغيري الطريقه بتاعتي. شايفين؟ بتضغطي بقى كده عليه وبتنزلي اي زوايد في الرز. حاولي ان انتي ما تخليش الممبار يكون فاضي، يعني تحشي رز كده بسيط وتسيبي بقية الممبار المصارين فاضية، هيكش وهيقل معاكي. يعني احشيه الرز الوسط، لا انتي بتحشيه حشو زيادة ولا حشو اقل، عشان برضو يطلع معاكي كمية حلوة في الاخر، ما يكونش بتاكلي جلد وخلاص. تمام، هنحشي بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة. تحاولي بقى تساوي كده الممبار بتاعك بعد ما بتحشيه، بيكون السمك اللي انا وريتهولك كده بالشكل ده اهو. وطبعا واحنا بنحشي بنكون حاطين حلة على النار فيها مية بتغلي. هنزل بقى بالممبار بتاعي بالشكل ده وهسلقه. اول حاجة لما بتيجي بتنزلي بالممبار بتنزلي بالحرفين اللي من تحت الاول، انا ما بربطش ممبار. تمام، انزلي بالحرفين اللي هما من تحت الاول، علشان اول ما تنزليهم المية هتقفلهم وهتخلي الرز بتاعك ما يخرجش بره الممبار، وهيقفل على الرز على طول، مفيش اي حشوة هتطلع بره خالص. شايفين؟ اهو اول ما بننزل في المية بيقفل على طول. معايا ورق لورا وحبهان، وهسيبه بقى يتسلق. هياخد قد ايه سلقة على البوتاجاز؟ بياخد ساعة، وتاخدي احلى ممبار مسلوق وبيبقى مسلوق حلو، يعني هو ساعة على النار بالظبط. تمام، قبل ما تطفي عليه بتنزلي بمعلقة ملح علشان الممبار يكون حايق كده ومملح. هنا بقى الطحال احنا بنعرف ازاي ان هو اتسلق. بسكينة كده، وبتغرزي كده السكينة في الطحال، لو لقيتي دم بيخرج يبقى لسه ما اتسلقش، لو لقيتي الطحال ما خرجش اي سوائل ولا دم يبقى كده خلاص الطحال اتسلق، وتطلعيه بقى على طول. تمام، وهنا كمان الفشة بتاعتنا اتسلقت زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. خلاص طلعناهم بقى كده بالشكل ده، وادي الطحال بنسيبه بقى يبرد شوية، وبعد كده بنروح مقطعين. هنا ادي الفشة اهي بالشكل ده، هنحمرها بقى وهنقطع الممبار على ما السجق بتاعنا يتسلق. هنا انا الفشة انا كنت قايله في اول الفيديو ان هي كيلو، انا استخدمت منها شويه يعني حته، خدت حوالي كده نص كيلو بس، لقيتها كتيره فرحت شايله بقى الحته التانية. هنا الطحال زي ما قلتلك ان هو ما ينفعش يتقسم، لو الطحال كتير عليكي اسلقيه كامل، وبعد كده اقسميه نصين وشيلي الباقي في الفريزر، وعادي تطلعيه تحمريه في اي وقت، يفك وتحمريه، يتقطع ويتحمر عادي. تمام، بس انا حمرته كله يعني. مقلايه بقى على النار وهحط فيها الزيت، وخلاص انا طلعت بقى الممبار بتاعي، واسيبه بقى يبرد شويه، وبعد كده اروح محمراه بقى في الزيت بالشكل ده. هخرجه بقى، حمرته كده بالشكل ده. وبعد ما هحمر الممبار هنزل الفشة الاول، وهغطيها علشان بتطرطش كده الزيت. خلي بالك علشان ما تنطرش عليكي زيت خالص وانتي واقفة، لانها بتنطر جامد. شايفين في واحدة نفخة بالونة ازاي؟ هطلعها بقى وانزل بقى بالطحال، احط بقى الطحال وبرضو هغطي عليه الغطا ويتحمر بالشكل ده. هقلبه بقى، ما بسيبهوش كتير، يعني انتي بتغطي عليه بس على ما الطرطشة دي تهدى،
وبعد كده ترفعي الغطا وتقلبيه. شايفين كده بقى خلاص حمرنا الطحال بالشكل ده. وهنقدم بقى اطباقنا زي ما انتوا شايفين. قدمت بقى طبقي كده بالشكل ده. الطحال بقى انا طبعا ما حطيت لهوش ملح ولا الفشة. بعد ما بحمرهم بقى بروح حاطه لهم الملح والفلفل الاسود بس كده، ما بحطش اي توابل، ملح وفلفل اسود. ونقدم بقى طبقنا كده. انا حطيت على في الطبق من تحت انا حاطه بقدونس ورصيت بقى الفشة وطبق الطحال كده او الطحال جنبه، وشوربة الممبار لو بتحبوها بتكون جميلة جنب الاكل، ومعاها سلطة خضراء زي ما انتوا شايفين الطبق الجميل ده. شايفين حاجة كده تدخل القلب على طول. طعم بقى تحفة. وادي الممبار طلع كده جميل وذهبي وطعمه جميل. شايفين الخضرة لو حابة بقى تحطي بقى الشطة وتاكليه بقى طعمه مشطشط وجميل وبيقطم كده في البق. شايفين التسوية كمان بتاعته جميلة جدا ومظبوطة. ومعاها بقى حتة من الفشة طعمها جميل وهي محمرة وبتكون جميلة وخفيفة. وادي الطحال شايفين طري. ممكن بقى سندوتشات بقى كده نحط بقى حتة طحال على حتة فيش على ممبار طعمه جميل. ما تنسوش بقى اللايك، وان شاء الله تجربوا الاكلة دي وتعجبكم. كنتم مع لميا صيام، والسلام عليكم.